الصنفره المكنه طبعا اسرع واحسن وادق، والفينش بتاعها بيبقى حلو جدا. مهم طبعا في الصنفره اللي هي الصنفره المكنه. ليه؟ لان انا عندي الصنفره شغاله معايا مكنه، وطبعا هي الهيد بتاعها بيتحرك على حسب الاحتياج او الحيطه بتاعتنا ماشيه عامله ازاي. الحته اللي هتبقى عاليه هتلاقيها المكنه عضه فيها واكلاها عشان تساويها بنفس مستوى الحيطه. يعني هتلاقي الحته البيضه دي يعني هي كلت القشره بتاعت السكينه الرابعه وواصله للسكينه الثالثه، فبقت بسوى الحيطه بسوى بعض، ما بقاش فيه علو واطي. في الاخر لو عايز اجيب كشاف واروح ضربه من اول الحيطه، تعالى يا باشمهندس لف كده، انت تعالى هنا، وضربت كشاف من اول الحيطه للاخر على حيطه كبيره زي دي، ساعتها ابقى شايف الحيطه اثبت مكانك عادي، ابقى شايف الحيطه ميزان مرايه موجوده اللي هي الحيطه تبقى دي. وطبعا مهم جدا الليد اللي موجود ده وهو شغال بيخبط الليد على الحيطه، فاي عالي وواطي بيبتدي كانه شغال على لمبه او شغال على كشاف او معتمين المكان كله وبنشتغل. والطبيعي طبعا ان احنا في الغرف بنقفل الشباك ونقفل لو في حته هتتقفل مدخله اضاءه عشان الصنفره مع الليد يشوف العالي والواطي فين واكله كله.